ويا اهلا وسهلا بالحلوين اللي وحشوني قوي 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 من الفيديو اللي فات، واظن بقى مفيش اكتر من كده التزام. يعني بصوا مظبطاكوا فيديوهات بقى انستجرام وفيديوهات يوتيوب، ولسه منزلكوا فلوج يوتيوب اول امبارح، فاللي هو بصوا مدلعاكوا على الاخر. هاخدكم بقى معايا النهارده كده من بالليل لحد بقى تاني يوم، ناخد كده فلوج سريع ونبتدي بقى ايه نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا اول حاجه كده كنت عايزه اعمل حاجه اشربها علشان اقعد اتفرج على السيره النبويه، فقلت هعمل كوبايه نسكافيه. بس انا حاسه ان النهارده بقى مش يومي خالص، لانه بصوا بعد ما عملت اول كوبايه نسكافيه بصوا لقيت اللبن اصلا مقطع، مع اني شميت اللبن كذا مره، اللي هو ببقى عارفه ان ريحته مثلا قطعت، ما كنتش اعرف خالص. فاول كوبايه لقيت اللبن بقى قطع، فاللي هو حسيت النهارده اليوم مش يومي. حاولت اللي هو اتمالك اعصابي ان انا ما اتضايقش، وقلت خلاص هعمل بقى كوبايه نسكافيه عادي واحط عليها لبن بودره. فحطيتها كده، هي اصلا المكنه دي مكنه قهوه مش مكنه نسكافيه خالص، بس انا عملت فيها قبل كده النسكافيه اللي هو 3 في 1، فكان حلو قوي. فدي اول مره خالص بقى اجرب فيها النسكافيه البلاك. حطيت الميه وحطيت النسكافيه والسكر وحطيت اللبن البودره وسبتهم بقى. بصوا هي في البدايه كده تحسسكم ان هي عامله وش لذيذ وجميل، وكوبايه النسكافيه تطلع زي الفل، زي ما انا اتخدعت كده فيها الاول ان هي فعلا عامله وش، وريحتها كانت حلوه جدا وكل الكلام ده. بس عايزه اقول لكم بشعه بجد، كان طعمها بشع، كانت ابشع كوبايه نسكافيه شربتها في حياتي، ما قدرتش اكملها بصراحه. مش عارفه كان في ايه النهارده الكون ضدي ان انا ما اشربش كوبايه نسكافيه ولا ايه، بس بجد كان طعمها وحش جدا، مع اني مجربه اصلا المكنه دي في النسكافيه اللي هو التلاتة في واحد، كان طعمه خطير بجد. فمش عارفه هل العيب في المكنه ولا العيب في ايه بالظبط. المهم اخدتها كده، بس بصراحه ما شربتهاش، ما كملتهاش، ما قدرتش يعني. واخدت بقى النوت بوك وشغلت كده السيره النبويه. دي اول حلقه في السيره النبويه انا جايباها من على اليوتيوب، وقلت كده ايه اقعد اتفرج عليها شويه. وجبت كمان النوت بوك بقى بتاعتي، قلت عشان اسجل حاجات انا بحب اكتب قوي لما ببقى بسمع بودكاست وكده، فهقعد بقى اتفرج عليها كده شويه، وبعدين بقى ايه نقوم نكمل باقي الروتين كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه. فلو عايزين تحضروها اكتبوا على اليوتيوب السيره النبويه لاحمد عامر تقريبا، هتلاقوها بجد حلوه قوي. ربنا يريد مننا العبوديه ازاي؟ احنا بنقعد نسال، عندنا تصورات كده. طب انا المفروض تبقى علاقتي ايه بالدنيا؟ علاقتي ايه بالفلوس؟ طب اتجوز ازاي؟ اعيش ازاي؟ طب اتعامل مع الناس ازاي؟ طب انت المفروض يا رب العباده عندي تبقى عامله ازاي؟ كل ده اللي ربنا يريده منك كمسلم، كل ده موجود في السيره. بقى السيره بتوريك مش بس النبي صلى الله عليه وسلم، ناس الصحابه كمان، ناس طبقوا الاسلام ده. هتعرف منهم اللي يعني ايه الاسلام. الاسلام بيقول لك لازم عندك اخلاق ايه هي وتبقى عامله ازاي، عبادتك لازم يبقى حجمها قد ايه. وكل ودول افريقيا دي كلها مع دول وعاصمه الروم كانت تركيا اللي هي اسطنبول اللي هي القسطنطينيه، ودي كانت العاصمه. فالروم دي دوله ضخمه جدا جدا جدا. وكان عارفين الناس زي ما بنشوف في الافلام كده كانت بتاعتهم نفس القصه، اللي هو في امبراطور وهو اللي بيحكم. وطبعا احنا بنتكلم دلوقتي قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، ده كان في القرن السادس يعني 600 بجد الحلقة كانت حلوة جدا، دي أول حلقة أخدها، بيتكلم بقى من البداية خالص الدولة ما قبل الإسلام أصلا. اتفرجوا عليها بجد هتستفادوا جدا، وأهم حاجة يكون معاكم نوت بوك بتسجلوا فيها الكلام اللي بيتقال علشان ترجعوا له بعد كده وعلشان تبقوا عارفينه. فخلصت بقى أول حلقة كده وكتبت بقى شوية نوتس وخلصتها، وقلت بقى أقعد أقرأ شوية في الكتاب ده. الرواية بتاعت صاحب الظل الطويل كنت قارياها من السنة اللي فاتت، بصراحة كانت عجباني قوي الرسائل اللي هي كانت مكتوبة في الكتاب. اللي ما يعرفهاش، هي المفروض رواية بتتكلم عن واحدة كانت في ملجأ، والمفروض ان واحد اتبناها ان هو يعلمها يتكفل بتعليمها وكده، بس في المقابل ان هي تبعت له كل شهر رسالة تحكي له الحاجات اللي هي بتعملها، بس هو مش هيرد عليها خالص. فبجد كانت حلوة قوي، فهقعد اقرا بقى شوية وبعد كده بقى نكمل الروتين مع بعض. ويا صباح الفل عليكم يا حلوين. ده بقى تاني يوم علشان تبقوا بس معايا كده وعارفين التواريخ. النهارده 3/11. هنبتدي بقى الروتين كده مع بعض. عايز اقول لكم بقى النهارده الجو تحفه يا جماعه، بجد الجو حلو قوي. طلبت بس الاول شويه حاجات كده للفطار عشان الحاجات اللي عندي كانت خلصت، فطلبت بقى لبن وطلبت تونه وطلبت بيض، وجبت كمان سحلب لان الجو بقى عايز كوبايه سحلب كده حلوه، لان بجد الجو عندنا في اسكندريه قلب قلبه كده ورعد
وبرق، وهصور لكم وتشوفوا بقى الاجواء معايا. طلبت كمان لانشون بقى وجبنه وزبادي، وجبت جبنه كده علشان اعمل بيها بوريك اللي هو بيتباع في المخابز ده. لو عايزين الطريقه اكتبولي تحت في الكومنتات وهبقى اصورها لكم وانزلها لكم في فيديو قصير كده على الانستجرام. جبت كمان زيتون وجبت جبنه موتزاريلا. انا طالبه الزبادي اصلا عشان عايزه اعمل بيتزا بالرانش، فهعملها لكم برضو، ولو عايزين الطريقه اكتبولي في الكومنتات عشان اصورها لكم كده كطريقه وانزلها لكم برضو على الانستجرام. عايزه بقى اخد رايكم في حاجه، انا كنت ناويه اعمل كده زي سلسله كده على الانستجرام تكون عن المشروبات الشتويه، يعني اللي هو افتكاسات بقى المشروبات الشتويه. طبعا انتوا عارفين الشتا بيحب الاكل والشرب والحاجات دي كلها، ففكرت في فكره كده ان احنا نعمل زي سلسله كده تكون عن المشروبات الشتويه. كل مثلا فيديو انزل لكم مشروب يكون جديد ونجربه كده مع بعض، هنعمله يعني في البيت. فاكتبولي لو عجباكم الفكرة، اكتبولي تحت في الكومنتات وان شاء الله نبتدي نعملها، تكون سلسلة كده عن كل مشروبات الشتاء، سحلب بقى، هوت شوكليت، هوت سيدر، اي حاجة يعني. تعالوا بس الاول اخدكم معايا في اجواء الشتاء عندنا. وزي ما انتوا شفتوا بقى كده، بصوا الجو عندنا مقلوب، بس هذا جوي المفضل طبعا. فدخلت بقى عشان اعمل الغدا. طبعا انا مش هعمل عدس يعني كل الناس اول ما الدنيا بتشتي بتعمل عدس، فانا قلت لا استنى بقى عليه شويه كده، لان ايه لسه هناكل عدس كتير قوي في الشتاء. فهعمل النهارده اكله حلوه كده لذيذه ومختلفه. اول حاجه عملت البطاطس دي، هعملها ويدجز. انا قطعتها وسلقتها نص سلقه، حطيت عليها شويه توابل، ملح وفلفل وبابريكا وبصل باودر وتوم باودر، حطيت عليها شويه زيت، والتوابل بقى اللي انتوا عايزينها، عايزين تحطوا عليها مرقه دجاج، عايزين تحطوا عليها توابل جبنه. وهدخلها الفرن بقى ايه تتشوى، مش هقليها يعني، هدخلها بس الفرن ايه تتشوى كده تحت الشوايه. الاول هولع لها الفرن وبعد كده هولع لها الشوايه ايه تاخد تحميصه. ودلوقتي بقى هعمل الخلطه بتاعه الصدوق. انا زي ما قلت لكم قبل كده، انا من محبين الاكل اللي بيبقى مختلف، او الاكل اللي هو شويه بيتقدم شبه اكل المطاعم كده. عارفين اللي هو الطبق اللي بيجي لكم ده، الاكله بتبقى الوجبه بتبقى في طبق واحد. انا عاشقه للاكل ده، اللي هو الفراخ مثلا جنبها الرز، جنبها السلطه. انا بحب الاكله اللي تكون في طبق واحد كده. فالنهارده بقى هعمل لكم اكله حلوه كده. حطيت الاول الفلفل الالوان والبصل يتشوح في حته سمنه، وبعد كده هنزل بالصدوق بقى يكون متقطع كده بالنص. بقطع بس الصدوقيه كده بالنص عشان متبقاش طويله قوي، وهشوحها بقى كويس كده مع الخضار. وهعمل معاها بقى مكرونه بصوص البيستو. طبعا صوص البيستو احنا كنا عاملينه قبل كده، اللي هو صوص الريحان، كنت عاملاه معاكم قبل كده وانا كنت حاطاه في الفريزر، هنزله بقى اعمل بيه. بصوا لما الصدوق اتشوح حطيت عليه شويه مستردة، وحطيت عليه ملح وكمون وفلفل وشويه توابل كده، طبعا التوابل اللي انتوا تحبوها، وقلبتهم بقى. وعايزه اقول لكم طعم المستردة مع الصدق مع الخضار طعمه خطير بجد، طعمه حلو جدا، ومدي صدق كده طعم مختلف تماما عن اي صدق هتجربوه. وحطيت بقى هنا حله كده فيها ميه عشان اسلق المكرونه. وانا مش بسلق المكرونه قوي يعني، بسلقها بس 7 دقايق او 10 دقايق علشان تحتفظوا بشكل المكرونه عشان ما تتهريش. يعني ما تسلقوهاش قوي قوي، حتى لو هتعملوا مكرونه بالصلصه ما تسلقوش المكرونه قوي، لا خلي فيها كده ايه اللي هو 7 دقايق او 10 دقايق بس، اللي هو يكون فيها لسه عضه شويه، والباقي تكملوا في الصوص، يعني تستوي بقى في باقي الصوص. حطيت بقى حته زبده كده، وحطيت صوص الريحان، وحطيت معلقه نشا علشان بس الصوص يربط معايا كده ويبقى تقيل ما يبقاش خفيف قوي. وحطيت شويه كمان من ميه سلق المكرونه. هظبط بقى الصوص كده واظبط الملح بتاعه، بس اهم حاجه ان الصوص ما يكونش خفيف قوي، يكون بس فيه شويه سماكه كده. وحطيت بقى المكرونه اللي سلقتها كده وهقلبه بس تقلبتين وهطفي عليه. وقبل بقى الاكل كده ابقى اسخنها. عايزه اقول لكم ريحتها كانت خطيره. انا جربت المكرونه اللي هي بصوص البيستو دي من ماركه الضحى، بجد كانت وحشه قوي، ما كانش فيها اي طعم. انا باكل مكرونه مسلوقه لكن ما فيهاش اي طعم خالص لصوص الريحان بجد. فدي بجد طعمها حلو قوي، جربوها. هتجيبوا الريحان اللي هو فريش من فتح الله، وهتضربوه بزيت زيتون وشويه توم وحبه جبنه تركي مثلا، وهيبقى جاهز معاكم، وتحطوه في الفريزر وتنزلوه على الاستخدام على طول. وزي ما قلت لكم هي الوصفه الاساسيه بتاعه صوص البيستو بيتحط لها يا اما لوز مثلا او عين جمل او كده، بس انا ما حطيتش بقى خالص. خلصت بقى الغدا الحمد لله كده. الصدوق استوى والمكرونه، البطاطس بس هسيبها قبل الغدا كده بنص ساعه، ادخلها بقى في الفرن عشان تبقى سخنه. وقلت بقى ايه، هعمل كوبايه نسكافيه باللبن، اللي هو مش معقول بقى المره دي كمان مش هتظبط. فقلت
فقلت بقى مش هعملها بمكنه ولا اي حاجه، هو المضرب بتاع النسكافيه ما اثرش معايا في حاجه، ضربت النسكافيه كده بالمضرب وعمل وش الحمد لله، وحطيت بقى عليه اللبن، واللي هو خلاص انا هستمتع بكوبايه النسكافيه المره دي لان لازم اكافئ نفسي. فعملت بقى كوبايه النسكافيه الحلوه بتاعتي، وطبعا كنت شطبت بقى المواعين، وكنت كل ما بعمل حاجه يعني كل ما اوسخ حاجه كده وانا شغاله بغسلها عشان ما يبقاش في مواعين متكومه. بصراحه عليا بكره قوي الحركه دي ان انا يكون في الاخر كده في مواعين، فبغسل كل حاجه حتى الكنكه بتاعه اللبن غسلتها قبل ما اخش اشرب النسكافيه. طبعا بشرب النسكافيه بقى دلوقتي وانا بعمل لكم الفويس اوفر بتاع الفيديو ده اللي المفروض هينزل لكم يوم 4/11. فهاخد بقى النسكافيه بتاعي الحلو كده واقعد بقى في روقان وهدوء، هخش اكتب شويه حاجات كده عايزه اكتبها في النوت بوك بتاعتي، وهقرا كمان شويه في الروايه بتاعت صاحب الظل الطويل. وكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. يا رب تكونوا اتبسطتوا معايا وما كنتش طولت عليكم. اشوفكم بقى ان شاء الله في الفيديو اللي جاي على خير، هتوحشوني قوي قوي لحد الفيديو اللي جاي. متنسوش بقى كومنتاتكم الحلوه ولايك حلو، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.